مرحبا بكم. اليوم غادي نحضر معكم طبق من اطباق الضيافه. اليوم غادي نحضروا الشواء الملكي بواحد الطريقه اللي مبسطه وسهله، وبلا شك كلنا ولينا كنعرفوا الشواء الملكي اللي كيتحضر عندنا في مراكش وكيتحضر في بزاف ديال المدن الاخرين. وغادي نحضر معكم واحد الشليضه اللي كتجي رائعه ولذيذه كيف ما كيبان لكم. كتجي بواحد الطريقه اللي مبسطه. كنتمنى الا كنتو اول مره شاهدوا القناه ما تبخلوش عليا، اشتركوا في القناه ديالي وفعلوا زر الجرس هكذا باش يوصلكم دائما جديد الفيديوهات ديالي وجديد الوصفات ديالي. وكنتمنى تبارطاجيو هذا الفيديو مع الاصدقاء والاحباب ديالكم. اول حاجه هنايا غادي نحتاجوا الضلعه. انا عندي هنايا الضلعه شويه كبيره، غادي ناخذوها وغادي نحاولوا نشرحوها هكذا بالموس باش يدخل لينا الطياب للداخل، وغادي تجينا ديك اللحيمه فتيه من الداخل وكتجي شويه مقرمشه. وبالنسبه للناس اللي كيكونوا بيحضروا غير هاد اللحيمه للدار ديالهم ولا غير بيحضروا واحد الكميه اللي قليله، راه بنفس الطريقه غادي طيب. غندير واحد الكيلو حتى 2 كيلو ديال اللحم وغادي نحضروها بنفس الطريقه. غادي ناخذ واحد الطاوله غادي تدخل الفران، غادي نفرشوا عليها ورق الفرن. انا كندير بابي الومنيوم، ولكن حتى الاخر ممكن نتوما تسبقوه هو الاول عاد ديروا عليه الورق ديال الفرن. من بعد ما حطينا الورق ديال الفرن غادي نحطوا ديك اللحيمات ديالنا. هنايا في هذه المرحله راه ما غادي نديروا فيها لا توابل لا ملحه لا كمون لا حتى شي حاجه. غادي طيب واحد اللحيمه مشويه كتجي لذيذه بزاف بحال داك الشوا الملكي اللي كيحضروا في مراكش. من بعد ما غلفتو بالورق ديال الفرن غادي نغلفو بالبابي الومنيوم ولا الورق ورق القصدير. غادي نغلفوها مزيان من كاع الجهات كاملين. انا ما درتش ورق الفرن من قبل في التحت ديال الطاوه، ولكن انا كنحاول كندخلو من بعد ملي كنبقى كنغلف اللحم ديالي كنبقى ندخل داك الورق ديال الفرن. من بعد ما غلفت هذيك اللحيمه ديالي مزيان كيف ما كيبان لكم على هذه الطريقه، غادي ندخلوها للفران وغادي نخليوها على نار مهيله تقريبا كطيب واحد 3 ديال الساعات حتى 4 ديال الساعات على حساب الحجم ديال اللحم ديالكم ولا الكميه. من بعد ما درنا اللحمه ديالنا في الفران غادي ناخذوا الاناناس باش نحضروا الشليطه. غادي ناخذ ديك الاناناس ديالنا غادي نقسموها على 2، وغادي نحيدوا ليه هذيك البابه ديالها ولا داك اللب ديالها. وغادي نحافظوا على داك الجوا ديال الاناناس لانه هو فاش غادي نعمروا الشليضه ديالنا من قبل باش نزينوا بها الشلاضه ديالنا. غادي نقطعوا الاناناس قطع اللي غادي تكون شويه متوسطه. هنا غادي ناخذ واحد التفيفيحه اللي غادي تكون شويه حمراء، ممكن ديروا وحده حمراء وحده خضراء باش تعطيكم الالوان. انا خليتها بالقشره ديالها كيف ما قلت لكم باش تعطيني داك اللون الاحمر. من بعد غادي نوضعوا داك الاناناس اللي قطعنا من قبل. هنا في هذه المرحله ممكن ديروا واحد شويه ديال الخل شويه ديال الملحه على حساب التتبيله اللي بغيتو. انا درت عليها غير شويه ديال الحامض ومن بعد حطيتها في دوك الجويان ديال الاناناس. وبالنسبه للشليضه الثاني ديالنا غادي نديروا الجزر. اول حاجه غادي ناخذ واحد المقيله غادي نوضعوا عليها واحد المعلقه ديال الزبده. غادي نوضعوا الجزر ديالنا ولا خيزو اللي قطعناه بشكل طولي. غنزيدوا عليه واحد شويه ديال البودره ديال الثوم. الا ما كانش عندكم بودره ديال الثوم غديروا ضريس ديال الثومه يتشحر مع ديك الزبيده. غنزيدوا عليها واحد شويه ديال البزار وغنزيد واحد شويه ديال الملحه. وكلنا كنعرفوا بلا راه خيزو كيحتاج واحد شويه ديال الحموضه. غنزيدوا عليه واحد العصيره خفيفه ديال الحامض. غادي نقليو خيزو ديالنا مزيان حتى غادي تشحر في هذيك الزبيده ودوك المكونات اللي درنا من قبل.
غنطفو عليها وغادي نخليوها على جنب. وبالنسبه للشليضه ديالنا الاخرى غادي نحتاج واحد شويه ديال الرز، الطون، المايس، وواحد شويه ديال الكاشير. وبالنسبه للرز سلقته فواحد شويه ديال الملحه، ومن بعد صفيته من الماء غنضيفوا عليه المكونات ديالنا كاملين. في هذه المرحله ممكن تضيفوا اللي بغيتو، ممكن تضيفوا واحد شويه ديال السوريمي ولا واحد شويه ديال الخيار مرقد على حسب الرغبه ديالكم. من بعد ما خلطنا المكونات غنزيدوا عليهم المايونيز. انا هذا المايونيز صايبته في الدار، الا بغيتوا الطريقه ديالو ان شاء الله نحطو لكم في القناه. من بعد ما خلطنا المايونيز مع داك المكونات ديالنا كاملين غنديروهم في واحد المول. غنضغطوا على الرز ديالنا مزيان باش يتشكل لينا، وغادي ناخذوا واحد تقريبا واحد 4 ديال الصفار البيض. غنزيدوا عليهم 2 حبات ديال الفرomاج، غنزيدوا عليهم واحد المعلقه ديال الجبلي، ولا اي نوع ديال الجبن كان متوفر عندكم. غنزيدوا عليهم واحد شويه ديال لافوكا. انا سلقت 4 ديال البيضات، غادي نقسمهم على 2. خديت الصفر ديالهم هو اللي حضرت به هاد المكونات، والبياض غادي نخليوه. من بعد غادي نعمروه بهاد الحشوه. غنزيد واحد شويه ديال المايونيز وغادي نطحنوا المكونات ديالنا كاملين حتى غادي نحصلوا على واحد الخليط اللي غادي يكون متجانس. وبالنسبه للشلاضه الثالثه غادي نحتاجوا واحد شويه ديال البربه اللي سالقينها من قبل ومقطعينها. غنزيدوا عليها المايونيز، وغادي ناخذ ديك لافوكا ديالنا اللي خويناها من قبل. غادي نعمروا بها هاد الشليضه لان البربه كتطلق لنا اللون، ومن الاحسن اننا نديروها في هاد القوالب ديال لافوكا. هكذا كتبقى لنا مجموعه. من بعد ما كملنا الشليضات ديالنا كاملين ولا الشليضات اللي بغينا نديرو، غادي ناخذوا داك الروز غادي نديروه في الوسط ديال واحد المول ولا واحد الصحن ديال التقديم. وغادي نفرشوا الخس في الجوانب. هنا في الجوانب غادي نوضعوا الاناناس اللي حضرنا من قبل. غادي نحطوا دوك القوارب ديال لافوكا اللي معمرين فيها البربه. غادي نحطوا الجزر اللي شحرنا من قبل. هذا شعريه، درت شعريه السفه ودرتها بالدجاج والخضر. الا بغيتوا الطريقه ديالها قولوها لي، راه غادي نحط لكم الفيديو ديالها خاص بحال الطريقه الصينيه. وغادي نحطوا البطاطا مسلوقه اللي محضره من قبل، درت فيها واحد شويه ديال المعدنوس، واحد شويه ديال الكمون، شويه ديال الملحه وزيت الزيتون بطبيعه الحال. وغادي نزينو بلافوكا، غادي نزينو بالكاشير والفرomاج وطوماط سوغيس. التزيين كيبقى اختياري، كل واحد غادي يزين بالطريقه اللي عجباتو. من بعد ما طابت لينا الضلعه كيف ما قلت لكم راه خليتها تقريبا شي 4 ديال السوايع على نار مهيله حتى طابت. غادي نزينوها بالكاشير وطوماط سوغيز والفرomاج. كتجي واحد اللحيمه اللي كتجي مقرمشه وكتجي لذيذه ورطبه من الداخل. من بعد ما كملنا الاطباق ديالنا، هذا هو الشكل ديالهم النهائي. كنتمنى تكون الوصفه ديال اليوم راقتكم وعجبتكم، واشتركوا في القناه الا عجبتكم الوصفه ديال اليوم، وانتظروا مني مزيد من الوصفات. ان شاء الله غادي نحط لكم في الفيديوهات الجايين وصفات كامله ديال العيد الكبير هاد الايام، ومن بعد غادي نحط لكم وصفات اخرى. وصلت معكم لنهايه الفيديو، بسلام في وصفه اخرى ان شاء الله.